يا مساء القوانين اللي بتظبط الدنيا. مصر كلها بتتكلم عن قانون اللجوء الجديد. يعني ايه؟ ومين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد؟ النهارده هجيب لك الخلاصة من جوه البرلمان عشان تبقى فاهم الدنيا رايحة فين. ركز معايا عشان الكلام ده بفلوس. اللاجئ مش مجرد واحد ساب بلده وجي، لا، في القانون ده الشخص اللي عنده خوف مبرر من اضطهاد بسبب عرق، دين أو سياسة. يعني لازم يكون في خطر حقيقي على حياتك عشان تاخد الصفة دي رسمياً. الحكومة عملت لجنة اسمها اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، دي المايسترو، هي اللي هتستلم طلبك وتدرسه وتفحص أمنياً وتقول لك مبروك بقيت لاجئ رسمي بقرار من رئيس الوزراء. التوقيت أهم من الشغل. لو داخل مصر قانوني قدامك 15 يوم تروح للجنة. طب لو داخل تسلل أو تهريب قدامك 45 يوم. لو فوتت كده بتدخل نفسك في زقاق ضيق وغرامات تعور. لما بتبقى لاجئ رسمي انت ليك حقوق زي المصري في التعليم والصحة، ومن حقك تفتح مشروع وتشتغل وبتاخد وثيقة سفر. يعني الدولة بتقولك انت ضيفنا بس بورق رسمي يحميك ويحمينا، وزي ما ليك عليك. لازم تحترم الدستور والقانون، وممنوع تماما تشارك في أي نشاط سياسي أو حزبي أو تعمل حاجة تضر الأمن القومي. انت هنا ضيف، والضيف لازم يحترم قواعد البيت. الناس اللي فاكرة ان الموضوع هزار، الغرامة بتوصل ل500,000 جنيه وحبس لو قدمت بيانات غلط أو اشتغلت من غير تصريح. القانون الجديد سنانه حامية جدا عشان يظبط الشارع. لازم اللجنة تعرف انت ساكن فين وبتشتغل ايه، مفيش حاجة اسمها مستخبي. الشفافية هي اللي هتخليك تمشي في البلد وانت رافع راسك ومحدش يقدر يكلمك. مش كل اللي بيقدم بيتقبل. لو عليك قضايا جنائية بره، أو كنت مشترك في أعمال عنف، أو اسمك محطوط على قوائم الإرهاب الدولية، اللجنة هتقولك نورتنا بس اتفضل بره فورا. القانون حازم جدا في نقطة الإرهاب. أي حد يثبت إنه بيستخدم أرض مصر كمنصة لأعمال تخريبية أو عدائية ضد بلده أو أي بلد تانية بيسقط عنه حق اللجوء وبيترحل فورا. إخواتنا السودانيين والسوريين هم الأكثر تأثراً. القانون ده معمول عشان يحولهم من مقيمين غير رسميين لضيوف مسجلين، وده بيسهل عليهم الدعم الدولي والمعونات اللي بتيجي لمصر باسمهم. اللاجئ من حقه يطلب وثيقة سفر لو محتاج يتحرك بره مصر، بس لازم موافقة اللجنة. والوثيقة دي مش معناها إنك بقيت مواطن، دي مجرد تصريح مرور يحميك في التنقل. في إشاعة بتقول إن ده توطين، الكلام ده غلط قانوناً. اللجوء وضع مؤقت، والدولة من حقها تنهي اللجوء لو الظروف في بلدك اتحسنت. السيادة المصرية فوق كل اعتبار. نصيحتي لكل ضيوف مصر، القانون ده في مصلحتك مش ضدك. لما تمشي رسمي هتاخد حقك في المستشفى والمدرسة ومحدش هيبتزك. بادر وقنن وضعك قبل ما المهلة تخلص. لو عجبك الفيديو ده والمحتوى القانوني اللي بيفهمك الدنيا، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. أنا المحامي بتاعك على يوتيوب. استنوني في حلقة جديدة وقضية ترند. سلام.